الجمال مش بس وشوش، الجمال رقة إحساس ووجه بشوش. لغة الجمال في الشباب والرياضة مع أميرة العقدة. لغة الجمال. ازاي نخلي حياتنا اجمل؟ ده اللي هنعرفه مع أميرة صابر، مدربة معتمدة من الجامعة الأمريكية. ازاي نخلي حياتنا اجمل؟ ده سؤال كبير قوي قوي نقدر نتكلم فيه مش 5 دقايق 5 ساعات، بس حابين النهارده نأكد مع الناس شوية حاجات لو فهموها وشافوها بطريقة مختلفة يمكن حياتهم كلها تتغير. اول حاجة خالص، انت ممنوح كل يوم في البنك بتاعك رصيد كبير قوي، رصيد ضخم يساوي آلاف الثواني، تقريبا 84,000 ثانية وكسور. لو حسبناها هتعمل بيهم ايه؟ ده كل يوم الصبح، ده كل يوم الصبح اللي هو اليوم فيه تقريبا 84,000 ثانية وكسور. 84,000 ثانية انت هتعمل فيهم ايه؟ تصدقي قليل جدا. هو قليل اللي مش عارف حياته رايحة فين، هيبقى بيشتغل في حاجة اسمها ايه. احنا عندنا حاجتين مهمين قوي علشان نعرف الوقت ده ماشي ازاي. عندنا الساعة اللي بتعدي والاتجاه، فانت بتعمل الحاجات بطول اليوم في اتجاه واحد ولا في 10 اتجاهات، فبينتهي بيك الامر الى انك ما عملتش حاجة. بالظبط كده. فاحنا محتاجين جدا واحنا بنتكلم مثلا عن مفهوم تنظيم الوقت عشان نخلي حياتنا اجمل، نحط في دماغنا مفهوم هيساعدنا قوي نعمل ده، اللي هو حدد هدفك، اللي هو ايه انت عايش ليه، ايه اليوم ده في حياتك خلاص راح ومش راجع، عايز يحصل فيه ايه. الناس اللي بتمشي دايما كده، بشوف ناس معينين ناجحين قوي بيمشوا بورقة وبقلم، وبلاقيهم بيبصوا فيها من وقت للتاني وبيسجلوا مشاهداتهم. ولو الحاجه دي ما خلصتش، يعني ممكن جدا انا بحترم تماما حد اكلمه ويقول لي لا معلش كلميني بعد نص ساعه، بعد 10 دقائق، انا في ايدي حاجه مهمه. ليه نخلي حياتنا مداح اي حد في اي وقت داخلها كنا بنعمل عمل وقطعناه؟ كل واحد قادر يستغل وقته اكبر استغلال ممكن. يعني ست البيت اللي طول النهار قاعده في البيت ووراها اعمال منزليه مثلا كتير جدا، ايه المشكله ان احنا بنروق الشقه او بنغسل مواعين او بنعمل اي حاجه كده في البيت ان احنا نسمع شيء مختلف، مثلا بام بي 3 بكمبيوتر او بالراديو اللي موجود، بالراديو اللي هم الناس بتسمعنا دلوقتي. اكيد ستات البيوت الراديو اللي في المطبخ ده شيء اساسي مثلا. فيعني ليه بقى نعمل حاجه واحده لما ممكن نعمل حاجتين؟ ده مفهوم مهم جدا. الطالب او المصري كده هنصطدم بالمثل المصري القدير، صاحب بالين كداب. احنا ما بنقولش ان هو صاحب بالين، بس انا بتكلم في حاجه مش محتاجه صاحب بالين، بمعنى بالين يعني جوفين يعني عقلين. لكن تفتكري واحنا بنغسل مواعين محتاجين عقل؟ عمليه ديناميكيه بحته، زي ما احنا مثلا بنطلع السلم وبنركب العربيه بتعمل كل يوم، خلاص متعودين عليها، ما بتحتاجش مجهود عقلي. بمعنى ان احنا نضيف لنفسنا حاجه في الوقت اللي هم 84 ثانيه كل يوم، 84,000 ثانيه كل يوم. حاجه عظيمه جدا للي قادر يفهم معناها واللي ماشي حياته في سياق واحد بيعملها. نفس القصه مثلا المواصلات بتستهلك مننا قد ايه وقت؟ تقدر تفتح إذاعة تسمع حاجة مفيدة، تقدر تحفظ قرآن، تقدر مثلا تسمع ترانيم، تقدر تعمل حاجة تخليك روحيا أرقى. هو البني آدم إيه؟ عقل وروح وجسد. وده مفهوم كلمة عيش، الكونسبت أو المفهوم الكبير اللي عايزين نأكد عليه النهاردة. عيش يعني إيه؟ عيش يعني تحترم عقلك وتحترم جسمك وتحترم اللي جوه جسمك، مش اللي هو أعضائك قد ما هي روحك. لو كل واحد احترم عقله، بمعنى إيه يحترم عقله؟ يعني طول الوقت بيتعلم. هنتكلم على المفهوم ده بطريقة أكبر، ولأنه مفهوم خطير ومهم جدا جدا. احترم عقلك، احترم جسدك، كل صح، نام صح، العب رياضة، صلي، ده في الروح. وفي حلقاتنا الجاية هنكمل مع أميرة صابر ازاي نخلي حياتنا أجمل. لغة الجمال في الشباب والرياضة مع أميرة العقدة. لغة الجمال.